النظرة والقيم والأفكار إلى الدول ديال الجنوب يفهموها. أولا هذه يدلوا عليها أحكام هذا مش وإنما يتبع أحكام لأن واحد الحاجة هذه غريبة عليه، كتجي غريبة إذا كان يرفضها، كتجي مخالفة على داك الشيء اللي هو مشى عليه وكيعرفو إذا هو صدق. وهكذا هادشي خط الحوار باش غادي يمكن نحلوا هذه الإشكالات، لأن إشكالات ثقافية ديال النظرة أكثر من هي إشكالات سياسية. وأنا اليوم زرت مجلس أوروبا، مجلس أوروبا هو مؤسسة من ناحية نظرية من ناحية مبدئية مؤسسة غير سياسية، معناها هي كتهتم بالقيم بالأفكار الثقافة والتطور ديال القيم والأفكار، ولا تهتم بالإشكالات السياسية اللي فيها الانتخابات ويطلع عليها الضرب ويطلع عليها مثل هذا والمصالح الآنية والقريبة. هذا هو الإيجابية ديال هذا ديال مجلس أوروبا. المغرب اليوم الحمد لله عنده واحد مكانة مهمة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى مجلس أوروبا. ومكانة المغرب لدى مجلس أوروبا أدت إلى أنه اليوم هو موجود عدد من المؤسسات ديال مجلس أوروبا. مجلس أوروبا في مؤسسات كثيرة، فيها الكوميسيون فينير هي كتنفذ مجال الديمقراطية وتطوير المؤسسات الدستورية والخبرة في مجال الدستور، ولا السونتر نورد مركز الشمال الجنوب اللي هو أكثر في التنمية أو الجانب الثقافي. وكاين مجموعة من المؤسسات الأخرى، وليست ومن هذه المؤسسات هذه اللي قلت فيها اليوم وكثير الكلمة أصبحت سياسية في المغرب هي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اللي فيها مجموعة البرلمانيين من مختلف الدول ولكن مجلس أوروبا وصلت على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في عدد محدود من الدول، لأن مجلس أوروبا فيه 40 دولة قبل الاتحاد الأوروبي في تركيا وفي روسيا وفي الدول اللي ماشي. فنتيجة المكانة الجديدة ديال المغرب في المحيط المغرب واحد الخطوات مهمة باقي قدامنا ما نديرو. صحيح واقع اختلالات معذورة، واقع ضعف، ولكن درنا واحد مسيرة مهمة. إذا قارنا بين المغرب تونس مصر ليبيا سوريا إلى آخره، إن كيبان القيمة ديال المغرب وأنه استطاع يتجاوز يدير واحد عدد من الإصلاحات في إطار الاستمرارية، في إطار المؤسسات، مع التفاهم الداخلي. التفاهم صعب، التفاهم صعوبة، ولكن التفاهم لأنه الحرارة في النقاش ماشي مشكل، يكون اختلاف ماشي مشكل، يكون حتى الحدة في الاختلاف ماشي مشكل. المهم نمشيو تدريجيا نحلو لكن اختلاف وجهات النظر ولا الإصلاح إلى آخره. ودي الحمد لله نجح فيها المغرب بشهادة الجميع عبر العالم، وهذا شيء مهم لجميع المغاربة يستخدموا به ويعرفوا ذاك الشيء يعني. ولكن الآن هنا تحديات أخرى، تحديات التنمية الاقتصادية، تحديات التنمية الاجتماعية، تحديات العدالة الاجتماعية، يعني ثمار النمو اللي في المغرب توصل جميع المغاربة بعدالة، ماشي يكون واحد فئة غنية وواحد فئة فقيرة وواحد فئة مستفيدة وواحد فئة يعني غير مستفيدة، ولا كيقولوا المغرب النافع والمغرب المنتفع، يعني واحد كيعطي الخيرات وواحد كيعطي الخيرات. لا، عندنا المغرب جميع أبنائه كيستفيدوا من ثمار النمو ديال المغرب ومن خيرات المغرب. هذا هو. سعيد بهذا اللقاء مع المغاربة المقيمين في هذه المنطقة. أولا لأن المغاربة في فرنسا هم واحد الدور كبير، وهي جالية تاريخيا قديمة ومنتجة ونشيطة، والمغاربة في هذه المنطقة بالذات يعني كان عندهم حضور مهم لا على المستوى الجمعوي ولا على المستوى السياسي، وشاركوا في تسيير بلديات ولا يزال يشاركون، ولا على المستوى الديني وغيرها. يعني احنا كنحييو هذا الجهد اللي كيبذلوه المغاربه. وانا في هذا اللقاء حاولت باش نتصنت المشاكل اللي كيطرحوها والراي ديالهم في التطورات اللي وقعت في المغرب، وكيفاش كيشوفوا هذه التطورات، وشنو هي الاقتراحات ديالهم في اطار واحد التفاعل. وحاولت نجاوب على الاسئله اللي خص نجاوب عليها، ولكن ايضا خدينا بعض الافكار اللي ان شاء الله غادي نحاولوا نطبقوها في المستقبل. شكرا.
ديال السيد وزير الخارجيه والتعاون السي سعد الدين العثماني كان تدخل ناجح على مستوى جميع التساؤلات اللي طرحت عليه، خصوصا وان المغرب يحث دائما على ايجاد الحلول لكل المشاكل العالقه، وخصوصا قضيه الوحده الترابيه، علما ان المغرب يسعى ويمد يده الى الجيران من اجل فتح الحدود واعاده نماء المغرب العربي الكبير. فيما يخص التدخل حول الهجره السريه والمهاجرين السريين، المغرب يبلو البلاء الحسن من اجل مساعده اخواننا الافارقه ومن حد هذه الظاهره بايجاد حلول لكافه الاخوان الافارقه من اجل التنميه. Nous sommes aujourd'hui au Conseil européen à Strasbourg pour assister à la rencontre séance parlementaire de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Saad Eddin El Athmani, en présence de parlementaires européens qui ont débattu plusieurs questions concernant les relations diplomatiques entre le Maroc et les pays européens. D'après les interventions, nous avons pu noter un grand accent qui est mis sur le renforcement et la consolidation des acquis que le Maroc a pu concrétiser en termes de démocratie et en termes de solidarité, et pour échange d'expériences avec les pays donc européens et ceux du pourtour du bassin méditerranéen. Les débats ils étaient riches et axés essentiellement sur des possibilités d'un partenariat encore plus amplifié et d'une position plus avancée. Vraiment, nous sommes très contents de cette rencontre et ça nous réconforte beaucoup. Le statut privilégié de plus en plus important du Royaume du Maroc au sein de la communauté européenne et sa réputation à l'échelle internationale. Nous sommes fiers du Maroc et nous sommes fiers du travail qu'effectue le gouvernement actuel avec les directives, les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu le glorifie. Merci.